في اللحظة دي الكل نايم والهدوء قاتل، بس في صوت بيهمس جوه عقلك بيقولك افتح واسمع. أهلا بيك في قصص منتصف الليل، المكان اللي فيه كل همسة ممكن تبقى آخر حاجة تسمعها. لو مستعد خلي النور مطفي ويلا نبدأ الحكاية. بس اوعى تبص وراك. هيثم أبو رواش 33 سنة، موظف تأمين عايش حياة عادية جدا وبيكره كل اللي ليه علاقة بالرعب، ماشي ورا المنطق ولا بيآمن بالخرافات، لحد ما حصل له اللي لا يتفسر. من 3 شهور نقل لشقة جديدة في الدور العاشر في عمارة قديمة في مدينة نصر. الساكن اللي قبله ساب الشقة فجأة وساب العفش ومرجعش ياخده. قال للبواب أنا مش هرجع المكان ده حتى لو دفعولي. هيثم كالعادة ضحك وقال ناس بتخاف من خيالها. بس من أول أسبوع المراية في الحمام كانت كل يوم تتزحزح صانتي. شافها أول مرة قال يمكن غلطة، تاني مرة قال بيتهيألي، بس التالتة بدأ قلبه يدق. وأول مرة يسمع همسة وهو بيحلق افتكرها من الشارع، لكن لما رجع التسجيل اللي عمله بالموبايل لقى صوت حقيقي بيرد عليه: أنا هنا من قبل ما تيجي. من ساعتها ما بقاش يطيق يبص في المراية، غطاها ببطانية، لكنه كان بيصحى يلاقيها مكشوفة وفي البخار بصمة إصبع مش بصمته. وفي ليلة سمع صوت خبطة في الحمام، فتح، مفيش حاجة، بس على المراية كان مكتوب بصباع واضح: ما تتأخرش النهاردة. ولما فعلا اتأخر في الشغل ورجع بعد نص الليل لقى باب شقته مفتوح والنور شغال والمراية بتلمع كأنها بتستناه. راجع الكاميرا اللي ركبها مخصوص، اللقطة كانت صادمة. انعكاسه كان واقف جوه الحمام قبل ما يفتح باب الشقة. بعدها بيومين اختفى بدون أثر، مفيش كسر، مفيش مقاومة، بس على بخار المراية كانت الجملة دي متكررة: كل اللي بيشوفني بيبقى مكاني. هيثم محدش لقاه، بس الناس اللي دخلت الشقة بعده قالوا إنهم لما بصوا في المراية شافوا وش غريب واقف وراهم، وش ما كانش ليهم ولا لهيثم. لو قلبك لسه ثابت ولسه بتسمعني بعد كل ده، فشكلك مستعد تبص في المراية تاني. دوس لايك واشترك فوراً لو شايف إنك تقدر تكمل السلسلة. بس نصيحة أخيرة، لو هتغسل وشك دلوقتي ما تبصش جوه المراية أكتر من 3 ثواني.